السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هتطلب مني فلوس سلف النهاردة، هتبوس ايدي عشان خاطر تاخدهم مني سلف، ولكن انا لما اجي اطلب فلوسي منك هبوس رجلك عشان خاطر تردهم لي تاني. وتعالوا نشوف الواقعة اللي حصلت في بني سويف في مركز الفشن مع ألفة اللي عندها 67 سنة، كانت بتشتغل مدرسة وخرجت على المعاش بقالها 7 سنين، وعاملة مشروع تجاري صغير كده بتبيع الملابس، وليها ابن وليها بنت والاتنين متجوزين وبعاد عنها، وبيتصلوا بيها دايما بالتليفون، يروحوا لها يقعدوا معاها يوم يومين. والابن كان دايما كل يوم لازم يتصل بوالدته، وكل كام ساعة يتصل بوالدته يطمن عليها. في اليوم بقى الموعود، واحدة صاحبتها بقالها 17 سنة، صاحبتها بتشتغل مدرسة، راحت علشان خاطر تستلف منها، اسمها ميرفت. خبطت على ألفة الباب، فتحت ألفة: أهلا يا ميرفت، اتفضلي اقعدي. وألفة راحت قاعدة على الكرسي ده جنب عمود. وميرفت طلبت من ألفة سلف، قالت لها أنا عايزة منك 10,000 جنيه. قالت لها إزاي يا حبيبتي؟ ما أنت عارفة أنا فلوسي كلها بره، وفي نفس الوقت الفلوس اللي معايا أنا بتاجر بيها، ما أنت فاهمة، هو ده راس مالي. قالت لها ما أنا مديونة الناس قد كده. هي كمان ميرفت دي شغالة برضه بالتاجر، ولكن مش مع ألفت. أنا فلوسي أنا كمان بره، ولكن مديونة لناس كتير، وانت صاحبتي وماليش الا ليكي انت، وانا يعني مزنوقه ومحدش هيقف جنب غيرك. قالت لها يا حبيبتي انا فلوسي كلها اللي معايا يعني انت عارفه اول باول بجيب بيها بضاعه، فمش هينفع. قالت لها لا اقلعي بقى حاجه باللي في ايدك وبيعها لي. بص للذهب اللي في ايد صاحبتها، ميرفت بتقول لألفت اقلعي حاجه من اللي في ايدك وبيعها لي. قالت لها انت بص اللي في ايدي، اللي في ايدي ده حاجه للزمن، انتوا عارفين يا جماعه صح، في ناس بتلبس ذهب والذهب ده يقعد في ايديها كده طول العمر، سايباه حاجه للزمن لاولادها. وقالت لها ده للزمن لولادي، ده لبنتي ولا لابني؟ قالت لها لا بعيدي غويشه الا غويشتين، وقفوا جنبي، وقفي جنب صاحبتك، ما ينفعش، انا بقول لك مزنوقه. وطبعا بدات تزعق معاها. التانيه قالت لها لقيتها بتعلي صوتها، بتعلي صوتك ليه؟ انا بقول لك معيش ومش هينفع ان انا اديكي حاجه. راحت قايمه وراحت ماسكه راسها وراحت خبطها في العمود. التانيه جت تصوت، راحت حطت ايديها على بقها، كتمت انفاسها والست ماتت بقى، وخدت بعضها وجريت. الناس بعد كده بدأوا يخبطوا على نانا اللي هي ألفت، يعني شهرتها نانا، بيخبطوا عليها ما بتردش. اتصلوا بابنها: يا ابني احنا بنتصل بمامتك ما بتردش. طبعا خاف وقلق جدا على مامته، وخد بعضه واتصل باخته وجري على مامته. بيخبط عليها الباب ما فتحتش، بيحط المفتاح في الباب، فتح لقى مامته مسجاه على الارض. ايه ده؟ في ايه اللي حصل؟ ولقى الغوايش مش في ايديها. خد مامته ووداها على المستشفى هو والجيران، ولكن هنا الاطباء قالوا له في المستشفى البقاء لله، ودي فيها شبهه جنائيه. اتصلوا بالاجهزه الامنيه: مين اللي عمل كده؟ بتفريغ الكاميرات طبعا والاجهزه الحديثه، والكاميرات دي دلوقتي بتكشف كل جريمه سبحان الله. لو ان اللي طلعت عندها واحده صاحبتها اسمها ميرفت، وي جابوا خلال 8 ساعات كانوا جايبين ميرفت ديت. تعالي انت اللي عملت كده. الاول طبعا انكرت، بعد كده اعترفت وقالت ايوه. وعملت كده ليه وسرقتيها ليه؟ قالت عشان خاطر جايه عشان اطلب منها 10,000 جنيه، ما رضيتش تديني. طب هي ما رضيتش تديك، هي حره، هنقول ايه بس؟ وتقب القبض عليها، وخدت 15 في 15، وانتظار ان شاء الله الاعدام. هنقول ايه غير لله الامر من قبل ومن بعد. بشكركم جدا، بتمنى من حضراتكم الاشتراك في القناه، تفعيل زر الجرس. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.